النهارده ارجع لكم بفيديو محفز هينشطكم ان شاء الله. في بداية كده بشكر من قلبي كل الحبايب اللي شجعوني بكومنتاتهم الجميلة، كل اللي سأل عليا. اطمنوا انا بخير الحمد لله. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي يا رب وما يحرمنيش منكم. طبعا كنت برضو عايزة اقول لكم ان انا اللي باخد الطاقة الإيجابية منكم والله. يعني مش أنا بس مثلا اللي بعمل فيديوهات والغرض منها مثلا إن أنا أقدم لكم الطاقة الإيجابية. لا، ده أنا اللي باخد الطاقة الإيجابية منكم في تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني، اللي بتخليني أقوم حتى لو كنت تعبانة أو ما تشجع كده وأصور لكم ونشارك مع بعض التجارب بتاعت الروتين بتاعنا. هنا بقى كنت تعبانة زي ما انتوا عارفين، وقلت بقى لا خلاص كده قومي بقى هشوف ورايا ايه والمسؤوليات اللي ورايا. هنا جمعت بقى معاكم وصفة الزبادي. طبعا كلكم انبهرتوا بيها وشفت تعليقات جميلة اسعدت قلبي فعلا على كل اللي جرب الوصفة وشكرني فيها، فحبيت اعملها تاني وتالت. يعني بصراحة ربنا انا خلال رمضان دوت على اسعار الزبادي الصعبة اللي انا بسمعها، يعني عايزة اقول لكم علبة قد كده ب7 جنيه ويا دوب معلقتين 3 وخلاص وشكرا في العلبه. انما الزبادي اللي انا بعملها دي عايزه اقول لك بجد هتدعي لي عليها. لو انتي لسه ما شفتيهاش انزلي وشوفي رابط الفيديو هنزله لكم في اول تعليق مثبت، هيعجبكم جدا. في 10 دقايق بس هتلاقي نفسك خلصتي كميه الزبادي. وهنا طبعا خلصتها وهتشوفوا الطريقه بالظبط وبالتفصيل في الفيديو اللي انا هسيب لكم الرابط بتاعه في التعليق المثبت. وهنا بقى خلصت حواليا بقى الدنيا دي كده ونضفت الرخامه وقمت بقى شفت المطبخ بتاعي. وبرده عايزه اقول لكم حبايبي يعني نصيحه زي ما انتوا معوداكم في فيديوهاتي كلها. بس كده زي ما بقول لكم يعني في فيديوهاتي خاصة لو روتينات وتنظيف في المطبخ، كون ان الارضية والرخامة نضاف بتوع المطبخ هتلاقي نفسك خلصتي كمية. حتى لو المواعين كلها من الدولابات وكل حاجة مش نظيفة هتلاقي نفسك خلصتيها في ثواني. بس زي ما قلت لك كده نظفي الرخامة ونظفي الارضية هتلاقي نفسك واقفة كده مرتاحة نفسيا وقادرة تخلصي المواعين كلها. وهنا برضو في اليوم دوت انا قررت ان انا اغسل كل حاجه بقى، يعني محتاجه معايا بقى غسيل وكده. منهم بقى التلاجة فكتها، وبصراحه كده بقى لي بتاع 10 15 يوم ما غسلتش التلاجة خالص، وانا متعوده بصراحه ايدي على طول تبقى في التلاجة، فقلت لا يعني التنظيف اللي انا بنضفه ده على طول اللي هو بقماشه وشويه مسحوق يعني غسيل وكده، لا انا حاسه ان انا ضميري مش مرتاح. فقلت اما بقى ايه افك الارفف كلها بتاعتها وفكتها، وقلت اما اغسلها غسله حلوه كده وبعدين ابدا في الثلاجه. وبرده انا من طريقتي ان انا لما باجي اغسل الثلاجه بفكها الاول وبعد كده بغسل الارفف بتاعتها وبعدين بسيبها بقى تنشف معايا مع نفسها كده لحد انا ما اخلص بقى الحوض بتاعي واخلص الثلاجه نفسها الاقي الرفوف نفسها نشفت، وبعد كده بركبها وما باخدش وقت خالص. فانت اعتمدي الطريقه دي برضو هتلاقي نفسك انجزتي وغسلتي الثلاجه بتاعتك في ثواني. طبعا فكيت الدرج بتاعي برضو وشويه مسحوق بقى غسيل وكده، فربنا يعيننا جميعا. عاوزه اقول لكم بجد يعني انا يعني خلال 4-5 ايام بس كنت سايبه الشقه بتاعتي نظيفه زي الفل، بس مجرد الواحد ما تعب وما قدرش يقوم تاني حسيت ان الدنيا بتضرب تقلب. هنا بقى خلصت كيسه الباسكت اعزكم الله وغيرتها، وهنضف بقى الرخامه بتاعتي وهلمع الخلاط. واخر تاتش بقى بعمله زي ما انتم عارفين ومعوداكم ان انا بحب امسح بقى وانشف الميه من حواليا كده بالفوطه وبلمع كده بحس ان الدنيا كده راقت ونظيفه. طبعا هخلص الرخامه وتنظيفها وهنشف الدنيا حواليا وهرجع بقى للتلاجة زي ما قلت لكم. طبعا انا مرتاحه نفسيا دلوقتي لان انا خلصت يعتبر المطبخ وخلصت الحوض، وهاجي ابدا التلاجة بقى. التلاجة نفسها هستخدم بقى شويه مسحوق كده. انا بصراحه بستخدم برسيل جل، البرسيل الجل دوت بصراحه بحس انه بينظف وبيعقم وبيديني ريحه حلوه.
وهنا بقى هجيب الفوطه بتاعتي الحلوه دي. الفوطه دي برضو يا بنات كانت جميله جدا، مايكرو فايبر بصراحه، او مش عارفه هو ووتر بروف ولا ايه بصراحه، بس جميله جميله، بتمتص كميه ميه وسوائل يعني مش طبيعيه يا بنات بجد والله. ف هنا بقى الكاميرا وقعت والتليفون، فمعلش عذرا. هنيجي بقى للتلاجة. انا معلقه على كلمه غساله مش عارفه ليه. هنا بقى هنضفها تنظيفه حلوه بقى، فكيتها كلها. وبرضو عاوزه اقول لك يعني طول ما انت ايدك في التلاجة، يعني عودي نفسك لو انت بتطبخي كل يوم يعني لو اليوم اللي بتطبخي فيه بصي شوفي الارفف انهي مثلا، ايه الاكل مثلا اللي باقي، حاولي انك انت تعمليه اعاده تدوير. يعني مثلا لو في جبن، في لانشونات، في لحوم مثلا معاكي فراخ وكده، الفراخ مثلا قطعيه مشوحيه مع شويه بصله مع بطاطمايه، اعملي مثلا شويه بيتزا بالجبن. يعني بصوا بجد انتوا شايفين الحاجه غليت قوي، يعني الحاجة بقت يعني 10 أضعافها بصراحة. ربنا يعيننا على الغلاء والوباء اللي احنا فيه ده. فطبعا ما فيش يعني انه عايزين نوفر بقدر الامكان. زي ما قلت لكم كده، ما ترموش حاجه، ما تتبذروش. يعني اللقمه اللي فايضه دي بجد هتشهد علينا يوم القيامه. فربنا يا رب يعيننا جميعا يا رب على الغلاء اللي احنا فيه. وزي ما قلت لكم كده حبايبي، حاولوا انكم تقتصدوا وتوفروا. يعني الحاجه اللي في التلاجة مثلا ما تقولش لا احنا هنرميها خلاص كده، لا اعملوا عليها اعاده تدوير. لو جبن زي ما قلت لكم برضو دخلوها في حشوات، في بيتزات. برضو اي حاجه موجوده ومتبقيه، ما فيش مشكله لو احنا قدمناها بشكل تاني وكلناها تاني يوم. وهنا بقى هنضفها بقى ونشفتها، وكده هكون خلصتها. وبرضو عايزه اقول لكم حبايبي على الحتت الضيقه اللي انتوا شايفينها دي، والرفوف الضيقه اللي هي اللي زي ما تقولوا الاستندات دي. لو انتوا مش عارفين تطولوها بالسلكة او بايديكم مثلا مش قادرة تخش فيها، لو معاكم مثلا فرشة اسنان مش مستعملة، خصصوها للحاجات دي. بصراحة بتبقى جميلة جدا، و يعني بتطول معايا المكان ده. بس كده انا كده نظفت الدنيا دي كده وخلصتها، وهركب بقى الارفف بتاعتي. طبعا على بال انا ما خلصت التلاجة كده كانت نشفت معايا وبقت زي الفل. اذكروا الله اذكروا الله يا بنات كتير. حاولوا انكم انتوا تستغفروا ربنا كتير، تصلوا على رسول الله. طول ما انت بتعملي اي حاجه، طول ما لسانك بيذكر ربنا كتير، طول ما انت هتلاقي نفسك خلصتي وانجزتي. وهنا بقى الكائن الغريب ده كل شويه يجي ويرخم ويرازي فيا على التليفون. عايزه اقول لكم والله العظيم موترني ويعني وعطلني بطريقه فظيعه. لدرجه ان انا بحسب ان انا خلاص خلصت الفيديو معاكم على اساس ان الفيديو مفتوح، اتاريه هو قفله وكان بيرصد فيها بقى لولا ما نيمت ولولا ما عرفت اشتغل. فهنا برضو قلت بقى التويلت برضو من ضمن الحاجات اللي عايزه غسيل عميق وكده. فقلت ما يمنعش ان انا ادخل برضو بالمره. طبعا هدومي اتبلت وقلت بالمره يعني قبل ما اخد شاور وكده، فقلت هخلص بقى التويلت بتاعي. إيه طبعا هلمعه كله. انا التويلت بتاعي بقى يا بنات انا بغسله من كل، بصراحه من 20 ل 30 يوم كل شهر مثلا، اللي هو التنظيف العميق، غير التنظيف اليومي اللي احنا مثلا بنشد مثلا الميه شويه مسحوق مثلا بساط كده في الارضيه. يعني انا اللهم بارك اللهم بارك حمامي على طول نظيف يعني، وريحته جميله. فبصراحه ربنا يعني انا التويلت والمطبخ هما عنوان الشقه معايا. فبصراحه بهتم بيهم بطريقه صعبه صعبه صعبه، يعني لدرجه انك انت يعني لو نقطه ميه الصراحه بحس ان انا خلاص كده متوتره والحمام بتاعي مش نظيف. ف نصيحة علشان تحافظي على حمامك يبقى نظيف دايما، عودي نفسك انك انت تخصصي يوم في الشهر للتنظيف العميق. ايه بقى التنظيف العميق يا نورة؟ هقول لك حبيبتي، انك انت بتجيبي بقى الحيطان بتاعته بقى وكل حاجة بقى عايزة غسيل بتغسليها بالسخان برضو، بس تتأكدوا انه فاصل كهرباء، وبتنضفوه من فوق، بتهبوا الحيطان، بتنضفوا الحيطان زي ما انتوا شايفين كده. الباب انا كله بغسله بسلكة. يعني بصراحة ربنا ما فيش ركن في الحمام الا ما بخليه زي الفل وبيلمع. وبرضو كنت منزله لكم قبل كده التنظيف العميق في الحمام في التويليت يعني.
اعزكم الله. فاللي ما شافهوش يدخل القناه ويشوفه، انا متاكده انه هيعجبكم، وتقولوا لي ايه رايكم. ولو انت وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لي لايك، ما تنسيش تعملي لايك وتدوسي لي على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد مني، عشان عائلتنا تكبر. يا بنات بجد بشكركم من قلبي على تعليقاتكم الحلوه الجميله، وبجد بجد انا واثقه من ربنا سبحانه وتعالى انه هيفرحني الايام اللي جايه دي، واني يعني عايزه بجد اوصل ل 2000 مشترك خلال الايام دي. وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. وشكرا من القلب على كل تعليق ايجابي بسمع منكم. وهنا بقى اكون خلصت بقى الروتين العميق بتاع التويليت، وخلاص كده في اخر حاجه